المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. تواصل الدعم بصندوق مكافحة وباء كورونا. دعم الأسر المحتاجة في بارنتو. انتهاك توجيهات مكافحة كورونا في مدن القشبركة. منظمة الصحة العالمية تحذر مخاطر الإنهاء المبكر للحجر الصحي. رئيس تشاد يعلن وقف مشاركة الجيش في أي عمليات خارج الحدود. والجيش الأمريكي يفعل منظومة باتريوت في قاعدتين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تتواصل التبرعات المالية والعينية لدعم صندوق مكافحة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار قدم عمال شركة بيشا للتعدين 7,785,220 نوفا، وعمال مؤسسة ليلو للنقل البري 250,000 نوفا، والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب 200,000 نوفا و20,000 قفاز، وكنيسة أمنة كريستوس الإرتريا 500,000 نوفا، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في الإقليم الجنوبي 100,000 نوفا، وجمعية طواحين الغلال في إمن حيلي 26,000 نوفا، وورشة خراطة فتوي عند مكيال 10,000 نوفا، ومنتزه عد حوشة 2200 نوفا. وعدد كبير من المواطنين في الداخل والمهجر 115,500 نوفا. وقدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الكويت 2270 دينار. وبلغت تبرعات المواطنين في الرياض السعودية الفردية والجمعية أكثر من 250,000 ريال. كما تتواصل التبرعات المالية والعينية المقدمة من الإرتريين في الداخل والخارج لدعم الجهود الجارية وقاية وحدا من فيروس كورونا المستجد. ووفق المعلومات الواردة من وزارة الصحة بأن الكنيسة البروتستانية الإرترية تبرعت ب300,000 نوفا، وشركة حارات للمواصلات العامة 1,200,000 نوفا، وجمعية شويت للمواصلات بالإقليم الأوسط 100,000 نوفا، والسيدة سحاي جبرات صاحبة سيتي سكول باس 50,000 نوفا، وحافلتان وسيارة صغيرة سلمتها لوزارة الصحة حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد. كما تبرعت هيئة المالية التابعة لوزارة الدفاع ب1,050,000 نوفا، وجمعية القيادة الغربية التعاونية الطوعية في الحدود الشمالي 100,000 نوفا، وكذلك جمعية الفرقة 29 التعاونية الطوعية 125,000 نوفا، وجمعية مدرسة الفرقة 39 التعاونية الطوعية 100,000 نوفا. فيما تبرعت مؤسسات الفرقة 17 الإنتاجية 125,000 نوفا. في غضون ذلك تبرع صاحب مؤسسة SA المحدودة ب50,000 نوفا، وفندق فيوري 20,000 نوفا، وحجوس أمينة صاحب مؤسسة قلوج للبناء والزراعة 10,000 نوفا، ومؤسسة نيالا للكهرباء 10,000 نوفا، ومؤسسة سناي سيرفيس 10,000 نوفا، وسوق الحبوب والبقوليات 8,150 نوفا. كما تبرع المواطنون في أسمر وتسني وقلوج وعصب وعدقي حوالي 290,000 نوفا. وفي أنشطة مماثلة قام بها المواطنون المقيمون في مختلف الدول، تبرع المواطنون في هولندا 100,000 يورو، والمدرسون الإرتريون في المدرسة العالمية بالرياض 10,000 ريال سعودي، وأصحاب المؤسسات وعمال مكتب الجالية الإرترية والتنظيمات الشبابية للجبهة الشعبية في جوبا تبرعوا 46,700 دولار أمريكي. والمواطنون في المدن الأمريكية وأوروبا 5,950 دولار أمريكي و2,700 يورو. قدم أصحاب المتاجر في مدينة بارنتو مساعدات عينية للأسر المحتاجة دعما لمعيشتها اليومية في تعليمات الإغلاق والقيود. وقدم التجار الناشطين في محيط سوق الخضروات والفواكه في 10 من أبريل مواد غذائية بقيمة 17,200 نوفا ل44 محتاج. وقدم تجار آخرون في 11 من أبريل الذرة بقيمة 17,500 نوفا ل96 أسرة. وقال مدير مديرية بارنتو السيد أوريلو جاكامينو إن المبادرة التي قام بها الأفراد تهدف مساعدة عمال اليوميات الذين توقف نشاطهم
حياتهم بسبب أوضاع وباء فيروس كورونا المستجد. في غضون ذلك قدم المواطن فسح حسين كفلو المقيم في ألمانيا المبنى الخاص به في بارنتو المعد لفندق ب20 غرفة لوزارة الصحة حتى استئصال مرض كورونا. كما قدم المواطن زرع تخلة من مدينة بارنتو منزله المكون من 10 غرف لنفس الهدف. أفاد مراسل وكالة إرنا الذين تابعوا تنفيذ توجيهات الحكومة لمكافحة وباء كورونا في الفترة من 6 وحتى 10 من أبريل في مديريات هيكوتا وتساني وفورتساوا وغردات بأن المدن والبلدات شهدت انتهاكات لإجراءات الحركة والتباعد بشكل مقلق. وقد شهدت منطقة ألبو في 6 من أبريل حركة مكتسة وسوق مفتوح وقيام سكان هيكوتا بلقاءات اجتماعية وحركة جماعية، بينما شهد سوق التجارة والخضروات والفواكه في السوق الشعبي بمدينة تساني يومي 7 و8 من أبريل حركة كثيفة مختلطة. وتقوم الجهات المعنية بجهود السيطرة على هذه الظواهر، لكن العمل لم يحقق النتائج المرضية حتى الآن. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الوضع أفضل في بلدات أم حجر وقرقف وقلوج بمدينة قلوج، وتنفيذ كامل التوجيهات الصادرة في ضواحي أديبرا وواكيم وهوميبا وفورتساوا بمدينة فورتساوا. وتشهد مدينة غردات حركة محدودة في أغلب المناطق، غير أن سوق الذرة ومحيطه شهد يوم 10 من أبريل حركة كثيفة مختلطة، وفتحت المتاجر التي يجب إغلاقها أبوابها. يجب اتخاذ الإجراءات لوضع حد على رفع الأسعار الذي يقوم به بعض التجار الجشعين في مدينة قندع انتهاكا ومخالفة للتعليمات الصادرة على مستوى البلاد وقاية وحدا لفيروس كورونا الفتاك. ويطلب من الجهات المعنية فرض العقوبات الراجعة بموجب التوجيهات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في 21 من مارس لرفع الأسعار وإغلاق المتاجر دون أسباب. وأوضح مسؤول النظام والقانون في مدينة قندع السيد محمد أمان سعيد لوكالة إرنا اتخاذ إجراءات شملت التحذير والغرامات المالية وإلغاء الرخص التجارية على 13 متجرا نتيجة المعلومات المقدمة من المواطنين والمراقبة التي قاموا بها من جانبهم، داعيا المستهلك لتعزيز التعاون مع مكتبهم. وأفاد مراسل وكالة إرنا تطبيق التعليمات الصادرة في مدينة قندع رغم وجود الإهمال في بعض الأماكن. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من رفع القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا، مشددة على أن إنهاء الحجر الصحي قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. وتزامنت تصريحات المنظمة مع إعلان إيطاليا تمديد إجراءات الإغلاق. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت نفسه فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. وأضاف أن هناك تباطؤ في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك تسارعا مقلقا في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية. وفي الوقت نفسه رفض رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الخضوع لضغوطات قطاع الأعمال، وقرر تمديد إجراءات الإغلاق التي تنتهي في 16 من أبريل إلى 3 من مايو. وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليومي الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة. قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن بلده لن يشارك من الآن فصاعدا في عمليات عسكرية خارج الحدود في ضربة محتملة للجهود الدولية الرامية لهزيمة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد. أدلى إدريس بهذه التصريحات خلال زيارة لمنطقة بحيرة تشاد في غرب البلاد بمناسبة انتهاء هجوم ضد جماعة بوكو حرام المتشددة التي نفذت أكثر هجماتها دموية ضد الجيش في مارس وقتلت نحو 100 جندي في كمين.
وقال الجيش أن 52 جنديا آخرين قتلوا في العملية ضد بوكو حرام التي استمرت 10 أيام، لكنه قال إنه قتل 1000 من المشددين وطردهم من قاعدتين في منطقة بحيرة تشاد الواقعة على الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. ولم يتضح بعد إن كان القرار سيؤثر على عمليات قتال المتشددين التي تنفذها قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات المؤلفة من قوات البلدان المتاخمة لبحيرة تشاد. قال مصدر عسكري عراقي أن الجيش الأمريكي فعل منظومة باتريوت الدفاعية في قاعدتين عسكريتين غرب وشمال العراق. وأضاف المصدر أن منظومة باتريوت التابعة للجيش الأمريكي في تفعيلها في قاعدتين عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة الحرير في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمال البلاد. ويتزامن تفعيل منظومة باتريوت مع اتفاق عراقي أمريكي على عقد مفاوضات رسمية يومي 10 و11 من يونيو المقبل لبحث الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي هذا التطور في ظل تنفيذ قوات التحالف منذ أسابيع عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق وإعادة التمركز بأقل عدد من القوات لتأمين حمايتها من هجمات محتملة من ميليشيات حليفة لإيران على خلفية انتشار فيروس كورونا بحسب مسؤولين أمريكيين. في السياق ذاته عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق، والذي كان مساعدا للجنرال قاسم سليمان القائد في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد. الخبر الأخير في هذه النشرة: كان العروسان الإندونيسيان محمد نور جامان وأوغي ليستاري يترقبان زفافهما بوصفة أهم يوم في حياتهما يحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء. لكن جائحة فيروس كورونا فرضت تغييرا لخططهما، فبدلا من ذلك عقد العروسان قرانهما في حفل لم يحضره سوى 8 من أفراد الأسرة القريبين. وتابع باقي الأقارب مراسم الزواج التي استغرقت 40 دقيقة على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم. وكان الزوجان وضعا خطة زفافهما، لكن الحفل الذي كان سيضم 500 مدعو وكان من المفترض أن يقام في قاعة مناسبات في إحدى جامعات جاكرتا سيتأجل لأجل غير مسمى. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.